السلام عليكم. التدين العقلاني، التدين المتطرف، التدين الشعبي، التدين التقليدي، التدين المعرفي، كلها تدل على أن التدين بوصفه سلوكا ليس واحدا. فالواقع يشهد وجود عدة أشكال للتدين بحسب الاتجاهات والثقافات وبحسب مبلغ الناس من العلم، غير أن ثمة شكلا آخر من التدين يمكن تسميته بالتدين المنحرف الذي أحال الدين إلى ترنيمة موت بعد أن كان أنشودة حياة، أو قصره على جزء من الحياة دون آخر، أو قصره على المسجد، فإذا ما غادر أبوابه تغير سلوكه. فكيف ينعكس التدين في الأداء والتحصيل وفي القلب واللسان مع الله ومع الخلق بأجمعهم؟ كيف يكون التدين للحياة كما هو لما بعد الموت؟ ولماذا يقف بعض المتدينين عند المظاهر والقشور؟ وما مشكلات التدين اليوم وكيف نعالجها؟ إذن التدين وأنماطه وسلوكياته وحيثياته بين صناعتي الموت والحياة يكون موضوع الحلقة بمعية ضيفي الباحث الإسلامي الشيخ الدكتور يوسف الناصري، لك التحية ومرحبا بك، وكذلك أيضا من مصر الباحث الإسلامي الدكتور إيهاب خيري، لك التحية إذا ما كنت تسمعني. حياكم الله. بداية أبدأ مع الشيخ الناصري. يعني لربما الحديث عن الدين والتدين يمثل جدلية واسعة، لكن يعني إذا ما أردنا أن ندلي بدلونات في هذا الموضوع حصرا، هل هنالك تساوي بين مفهومي الدين والتدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البدء دعني أعزي العالم الإسلامي باستشهاد الإمام العسكري، وأيضا أبارك للعالم ذكرى تنصيب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كإمام للعالم الإسلامي، وأيضا مباركة ميلاد الرسول الأعظم رسول الهداية والرحمة. وأجيب على هذا السؤال الجميل أن هناك فارق كبير ما بين الدين والتدين، خصوصا إذا كان الفعل هنا التدين هو عبارة عن سلوك للدين وليس واقع. لذلك السلوك يختلف من شخص إلى آخر في كل الاعتقادات وفي كل المعتقدات، ومن هنا لابد أن نميز ما بين الفكر ومن يدعي هذه الفكرة أو من يدعو إلى هذه الفكرة أو من يريد أن يمارس لهذه الفكرة. ليست فقط الأديان، أي فكرة هناك فارق ما بين الفكرة بذاتها وما بين المطبق لهذه الفكرة، ولذلك لابد أن يكون هناك مائز وفارق ما بين المتدين والدين يقينا، وقد يكون سلبي وقد يكون إيجابي. يعني سلبي بمقدار ما يبتعد عن مضمون هذا الدين ومبادئ الدين وعقائد الدين وأصول وأساس الدين، وإيجابي بمقدار ما يلتزم بتطبيقات روح الدين ومبادئ الدين وسلوك الدين الحقيقية. هنا الجانب الإيجابي أيضا والسلبي أيضا يتناسب مع المعتقد بواقعية التطبيق لا بادعاء التطبيق. يعني كثير من الناس تدعي أنها تنتمي لمدرسة، تدعي أما ليست هي حقيقة مؤمنة بما تدعي أو مطبقة لما تدعي. يمكن الإنسان أن يؤمن بشيء لكن ما يستطيع يطبقه. طيب، إذا ما كان الدين يمثل نظرية والتدين يمثل سلوكا أو تطبيقا لتلك النظرية، بمعنى آخر هو خطا تواصليا سواء كان سلبيا أم إيجابيا، أو لا على أنه خطا مفارقا؟ نفس التباين هذا ممكن أن يكون هناك خط تواصلي إذا كان إيجابي، أنه المتدين إذا كان واقعا يريد أن يطبق أو يؤمن أو يمارس حقيقة الفكرة الدين، هنا سيبقى دائما إيجابيا حتى لو أخطأ. يعني حتى لو أخطأ المتدين بمفاهيم معتقده الديني، لكن مع طهارة الفطرة وطهارة القلب هنا يبقى دائما مع المعتقد بشكل قريب جدا. أما إذن هو جزء لا يتجزأ من الدين. المفروض أنه هو جزء. شوف الدين أساسا الدين نصيحة، الدين يدفع بتحسين السلوك، لا معنى ذلك كل من آمن بالإسلام وأسلم معناته هو كرسول الله، أسقطنا عنه الخطأ وأصبح معصوما والبسناه القدسية مثلا، أبدا. لذلك السلوك الديني هو السعي إلى التكامل الإنساني، السعي إلى التكامل الديني، السعي إلى التكامل الاعتقادي الإيماني. هذا كله نتحدث في طريق السعي، في طريق الوصول إلى تحقيق مبغى الدين وأخلاقيات الدين. ولذلك المؤمن هو الساعي. ونذهب إلى الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم. انظر إلى خطاب الله، يا أيها الذين آمنوا، هنا الخطاب للمؤمنين.
توبوا إلى الله توبة نصوحة. عجيب، الآية تخاطب مباشرة المؤمنين، لكن في نفس الوقت الله يدعوهم إلى التوبة، وكأن واقع حال الآية أن الخطاب للمؤمنين وهم يرتكبون الذنوب. نعم، المؤمن قد يخطأ ويرتكب الذنب ويرتكب الموبقة، ولكن بشرط أن يتوب توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهذا دليل. طيب هذا حديث النتاج، يعني فيما بعد سوف نقف عنده كثيرا، لكن أنا ما يهم هنا، يعني ما يهمني الآن فقط أن نوضح مصطلح التدين ذاك الذي يعبر عنه بأنه السلوك والتطبيق لتلك النظرية بعنوان الدين، تارة يكون إيجابيا وتارة يكون سلبيا. دعني أقف عند موضوع السلب، ذاك الذي يفصل ما بين التدين وما بين الدين إذا ما انحرف التدين. وانتقل إلى ضيفي يعني من مصر الدكتور إيهاب خيري، لك التحية دكتور. الحديث عن التدين بوصفه لربما البعض يقول على أنه لا يمثل تطابقا كاملا مع الدين، وإن كان على نحو إيجابيا، لأنه غاية ما في الأمر هو تطبيق، قد يصح وقد لا يصح. حدثني عن هذا الانفصال. إذا كان التدين لا يمثل الدين، هذا الانفصال متأتي من النص الديني بذاته أم من سوء فهم من قبل المسلم؟ لك الحديث. أولا نوجه التحية لحضرتك ولضيفك الكريم، حياك. وأتوجه بالتهنئة للأمة الإسلامية جميعا بمناسبة مولد خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أحسنت. بالنسبة للتدين سيدي الفاضل، لا ينفصل التدين عن الدين إلا من طريق فهم خاطئ للمعتقدات الدينية أو السلوك الخاطئ من قبل الأشخاص أو الشخص المتدين. ذلك أن الفرائض في الإسلام لها مقاصد، هذه المقاصد تؤدي إلى حسن الأخلاق وإلى التسامح وإلى غير ذلك. فبالنظر إلى فريضة الصلاة نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما خاطب المسلمين والمؤمنين جميعا عنها قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب. فإذا قد يأتي الإنسان بالفرائض أن يصلي ويصوم ويخرج الزكاة ويحج إلى بيت الله الحرام، لكن يوجد هناك عدم تطابق بين أدائه للفرائض ومقاصد هذه الفرائض. فنجد من يصلي ويكذب، أو نجد من يقوم بالعبادات أو بالشكل الظاهري. وللأسف إن كثيرا من الناس في عصرنا هذا ابتلوا بما يسمى بالتدين المغشوش، وهو أخذ المظاهر الخارجية للإسلام كلبس الجلباب القصير، كإطالة اللحى، غير ذلك من المظاهر المختلفة باختلاف يعني عادات الناس وتقاليدهم. يعني ركزوا على المظهر وتركوا الجوهر. لو نظرنا مثلا إلى دخول الإسلام إلى قارة مثل قارة إفريقيا، فوجدنا أن الإسلام في إفريقيا دخل عن طريق التجار المسلمين. بما أسروا قلوب الناس؟ بمعاملتهم الحسنة، بالصدق في تجارتهم، بعدم احتكارهم للسلع، بعدم المغالاة فيها، بسلوكهم الطيب. هذا ما ينقصنا نحن اليوم. كثير من الناس في المجتمعات الإسلامية المختلفة والبلدان الإسلامية يركز بعض الناس الذين يدعون أنهم متدينين على المظهر أو الإطار الخارجي فقط، اللباس، الهندام، دخوله للمسجد، خروجه من المسجد. لكن ما السلوك الذي يكتسبه الفرد من أداء الفرائض؟ هذه الإشكالية تقع على عاتق الأفراد. جميل. حيث أنهم يأخذون من المظهر يعني ويتركون نعم. الجوهر. فقط دعني أقاطعك في هذه المسألة إذا ما سمحت لي. نعم. يعني هذه يعني إشارة مهمة، لكن لربما البعض يعني يشكل على ما تفضلت به ويقول بأنه هذا كلامك يدخل يعني فقط في إطار الحديث الوصفي. حدثني بعنوان العلية، بعنوان السببية. لماذا وعلى حد قولك لماذا ابتلينا اليوم بالتدين المغشوش؟ أولئك الذين وصفتهم بأنه أصحاب الجلباب القصير واللحى وإلى آخره. بعبارة أخرى، التدين المغشوش على ماذا بني؟ يعني هل هنالك قصديات ذاك المسلم الذي يسيء فهم الإسلام فبالتالي يصدر لنا أو ينتج لنا تدينا مزيفا مغشوشا عبر عنه ما تدين منافق، تدين سلبي، بكل هذه العنوانات؟ السؤال هنا، هل توجد قصديات خلف هذا التدين المغشوش؟ يعني هذا التدين المغشوش بني على غلات، على جهل، على يعني قصد مسيس؟ يعني هل هناك تسييس خلف هذه القضية أم ماذا؟ يعني حدثني عن موضوعة الأسباب. نعم سيدي، تتعدد الأسباب، لكن أولها الفهم الخاطئ للنصوص الإسلامية.
الفهم الخاطئ للنصوص الإسلامية جميل. وتفسيرها تبعا لهوى الفرق والجماعات المختلفة. طيب. ثانيا الأخذ الانتماء الذي ليس فيه تبصر، فبعض الناس ينتمي في تدينه إلى جماعة أو فرقة أو مجموعة أو غير ذلك، فينتمي لهم شكلا يعني ظاهرا دون أن يمحص أو يترك لنفسه فرصة أن يناقش أفكار تلك الجماعات أو المجموعات التي ينتمي إليها. الفهم الخاطئ والانتماء على غير رؤية مبصرة، وهذا يعني يتنافى مع روح الإسلام، لأن الطاعة في الإسلام طاعة مبصرة وليست طاعة عمياء. طيب. يعني تكون الطاعة لكثير من الناس لكنها طاعة مبصرة وليست عمياء. ثم من الأسباب المهمة أيضا ضعف دور المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، لا تقوم بدورها على الوجه الأكمل في توصيل صحيح الدين وتعريف الناس بوسطية الإسلام وتعريف الناس بحقيقة الإسلام. يعني تركيز مثلا في أن الإسلام لا يهتم بشؤون الدنيا على سبيل المثال، وينسون أو يتناسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة أو القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على العمل في الدنيا، إن الله استخلفنا في الأرض لنعمر هذه الأرض، وليس يعني العبادة تتنافى مع العمل ومع إعمار الأرض ومع القيام بواجبنا نحو المجتمع ونحو الناس إلى غير ذلك. فهذه الأسباب كلها مجتمعة، يعني هي التي أظهرت التدين المغشوش أو التدين الذي يظهر الشخص فيه أشياء خلاف ما يبطنه. جميل. طيب، حديثك فيما يخص يعني على أنه إذا يعني فعلا إذا ما توقفنا عند هذه الأسباب، الفهم الخاطئ، الانتماء العاطفي، ضعف المؤسسات الإسلامية من حيث إعطاها المعرفة الإسلامية الصحيحة والسليمة، أيضا المسألة تقودنا إلى حديث آخر. يعني لربما من يتحدث وهو خارج البيت الإسلامي يقول: معكم نحن قد أصابتنا الحيرة. ألا تعتقد بأنه هذه الأفاهيم المتعددة، سواء كان فهما راديكاليا متطرفا عقلانيا عاطفيا للإسلام، فبالتالي أصدر لنا مجموعة من التدينات، ألا يمثل حالة إيجابية تحت عنوان التعددية، أم تريد أن يكون هنالك تدينا واحدا؟ يعني من خلال كلامك ماذا تريد؟ هل تريد أن يكون هنالك تدين واحد أم لا؟ بأنه تكون هذه مجموعة تدينات وهي تمثل حالة صحية في مجتمع سليم، وإن دل على شيء يدل على أنه أبواب التعددية والتسامح والتعايش تكاد تكون موجودة، بحيث كل يدلي بدلوه. نعم دكتور. سيدي، الدين واحد، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالتدين مأخوذ من الدين الذي هو دين واحد، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. لكن الأنماط يعني والأشكال والسلوكيات التي يسلكها بعض الأفراد هنا أو هناك تختلف في المظهر وفي الشكل، لكن الجوهر والحقيقة، العقيدة والأخلاق والشريعة كلها أشياء ثابتة في الإسلام. جميل. يعني قضية موضوع التطور أو أنها تتطور، لا، هذه قضية مغلوطة، أو يعني يدخل فيها شيء من الجدال ويدخل فيها شيء من يعني الرؤى الشخصية. لكن العقيدة والأخلاق والسلوك الشريعة أشياء ثابتة. المظاهر تختلف باختلاف المستحدثات أو المستجدات العصرية. يعني لم يكن هناك مثلا المسباحة التي يقوم الإنسان بالتسبيح عليها في السابق، لو وجدت مسباحة إلكترونية سوف أقوم بالتسبيح عليها، لو تطور الأمر إلى غير ذلك مما لا أعلم سوف نقوم بذلك. هذه أنماط وسلوكيات. جميل. لكن الحقيقة العقيدة أنها ثابتة. طيب، يعني إذا ما كانت العقيدة، إذا ما كانت دكتور إيهاب، إذا ما كانت العقيدة تمثل أن بعض الأشخاص يقولون أنها رذيلة. إذا ما كانت العقيدة تمثل جانب الثبات والحديث عن جوهر الدين بوصفه يعني جوهرا واحدا ثابتا، فقط دعني أنتقل إلى ضيف هنا وناقش هذه الموضوع في التفصيل. يعني الشيخ يوسف الناصر الحديث عن الدين بوصفه جوهرا واحدا ثابتا لا يتغير، ما يتغير هو اليوم هي مظاهر هذا التدين، هي مظاهر هذا الدين، لكن كأسس ثابتة. ما موجود اليوم هذه المسميات التي ذكرتها في مقدمة الحلقة. يعني نسمع اليوم عن التدين العقلاني، عن التدين المتطرف، عن التدين المتسامح، عن التدين التعددي، عن التدين الشعبي، عن التدين التقليدي، عن التدين الخرافي، وهكذا تستمر المسميات. طيب، ألم يكن هو دينا واحدا؟ لماذا هذه المسميات؟
يجب أن نفرق ما بين الدين هذا ثابت. كعقيدة، هذا ثابت، وما بين الاعتقاد. يعني كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو علم عمار ما في قلب أبا ذر لكفر. وبالعكس صحيح، ولو علم أبا ذر ما في قلب عمار لكفر. كيف يعني؟ يعني طريقة عبادة أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه كانت التفكر، وليس بكثرة السجود والصلاة والصيام. وترى كثير من الصحابة كانت عبادتهم الاعتكاف في المسجد وقراءة القرآن وما شابه. لذلك طريقة العبادة تختلف من إنسان إلى آخر، وهذه حرية المعتقد. نقطة نظام. هذه حرية الإنسان. نقطة نظام. ماذا تريد القول؟ تريد القول على أنه التدين متعدد؟ يعني الصلاة والصيام وكل هذه هي التدين ليست الصلاة. الصلاة هو الدين، الصوم هو الدين، ولكن الممارسة الحضور في الصلاة. أنا عندما أصلي، عندما أصوم، هذه ممارسة من قبلي، هذا سلوك من قبلي في موضوعة الدين. هذا تريد القول على أنه متعدد؟ لا، أنت تقول هذا متعدد، أنا لم أقول هذا. أنا أقول الدين واحد. الطريقة، الممارسة، الفهم لهذه الممارسة. يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كل الناس يصلون. كم واحد من هؤلاء المصلين تدفعهم الصلاة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هنا هؤلاء الذين التزموا بالعمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مندفعين من خلال روحانية الصلاة. هؤلاء خاضوا الدين بطريقة صحيحة. الإسلام يريد النية أم العمل؟ الإسلام يريد النية والعمل أيضا. يعني بعض الأحيان النية طبعا تسبق العمل. لذلك النية مهمة جدا، لأن النية هي تسبق التفكير، يسبق الفعل. لابد أن هناك تخطيط، الفكر ثم العمل. النية مهمة جدا، ولذلك لابد أن نميز ونعطي الحرية للعبادة. وهذا لا يعني أن نعطي الحرية للعبادة فنشمل بها المنافق. المنافق إذا مارس العبادة، هذا ليس هذا هو المقصود بتعدد الطرق والوسائل وطريقة العبادة. ليس المقصود به المنافق أو الذين أو أصحاب الأغراض. هناك كثير من الناس دخلوا الإسلام أو يدخلون الآن لمصالح المجتمع كله مسلم، والمجتمع كله يصلي. إذا أنا ما صليت فراح يرفضني المجتمع، ما يتعامل وياي. فهذا يدخل إلى الدين أو يدخل إلى الممارسة التطبيقية للدين. يعني هو قد يؤمن بالله. هذا من حيث حالة الاعتياش من قبل الفرد لهذه المنظومة. لكن حدثني ولكن هذا يطلق عليه متدين، يعني هذا يصلي. حدثني عن المنظومة الإسلامية. هل طرحت لنا تصورا محددا ثابتا عينيا لا خلاف فيه في موضوعات التدين؟ لأنه بناء على كلامك يبدو على أنه هذه التجربة الدينية متعددة. هذا حالة الاحتياج في التدين على أنه متعددة، بل متروكة للفرد كيف يشاء وكيف يعبد في حالة نيته مع هذه أجواء العبادة. لكن الدين بنفسه بمنظومته بهذه المعارف التي يمتلكها طرح لنا تصورا ثابتا لموضوعات التدين؟ شوف، الدين الإسلام أجبرنا على أن نؤمن بأصول الدين بأدلتنا. يعني لا يجوز، يحرم التقليد في المعتقدات، يحرم التقليد. لذلك لا يجوز الإنسان يؤمن بالله، وحينما يسأل أتؤمن بالله يقول نعم، ما هو دليلك؟ يقول لأن المجتمع يؤمن بالله، أو لأن العالم الفلاني يؤمن بالله. هنا تسقط عليه طريقة، هذا ليس بمؤمن في الحقيقة، لأنه في أصول الدين هناك وجوب في معرفة الأدلة على هذه الأصول، منها وأهمها التوحيد، أن لا إله إلا الله. طيب. لذلك يجب أن نفرق. أما في فروع الدين، في فروع الدين اللي هي يجب فيها التقليد، اللي هي العشرة: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التولي، من يطبقها يعتبر متدين؟ لا، هو شوف، تطبيق فروع الدين هو مظهر. يعني كل الذين يصلون هم مصلين، لكن كم واحد من هؤلاء المصلين تقبل صلاته؟ أنا لست قسيم الجنة والنار، الله يعلم ما في السرائر. لكن المظهر هذا مظهر سلوكي ديني، مظهر سلوكي، مثل ما الآن الحديث يدور أن كل من وضع لحية مثلا هذا متدين، أو كل من مثلا أو كل من لبست مثلا الحجاب، هل كل المحجبات متدينات؟ لا، بالعكس، هذا ليس دليل على أن هذه محجبة، ولكن دليل على أنها مسلمة تسعى إلى الالتزام. ولا يعني ما تحت العباءة أو تحت اللحية أو تحت المظاهر الإسلامية تدين. بالعكس، قد يكون هناك نفاق حقيقي، قد يكون هناك تقصير، قد يكون هناك مصالح. ولذلك الوقوف على التل أسلم، الطعام مع علي الطعام مع معاوية أتسم، والصلاة وراء علي أتم، والوقوف على التل أسلم في حدوث المعركة والفتنة ما بين المسلمين، كان يجب أن يقف مع الحق. هذه هنا حينما يمتحن الإنسان فيظهر معدنه. لازم أن نفرق ما بين الجوهر والظاهر. الفروع الدين هي مظاهر،
تعبر عن هذا الجوهر، ولكن هذا الظاهر ليس دائما هو انعكاس حقيقي عن الجوهر. بعض الأحيان تلبس، يعني يدعي الإنسان بالتدين، يدعي الإنسان قد إنسان يرتدي حتى لباس رجل الدين والعياذ بالله، وهو ضعيف الإيمان بالدين الذي هو يرتديه ويدعو إليه. لذلك عندنا في الحديث أن كثير من رجال الدين أو كثير من المعلمين إن الله يهدي دينه بقوم لا خلاق لهم، يعني لا نجاة لهم. قد يتسبب الإنسان بهداية جموع غفيرة وهو قد لا يدخل إلى الجنة، لأن نواياه لم تكن صافية أو لم تكن مؤمنة بحق بالدين أو بالعقيدة أو بالمبدأ الذي كان يتظاهر به أو كان يدعو إليه. فليست المظاهر أو التدين اللي هو السلوك الظاهري ليس دليل أو مدعاة إلى واقع الإيمان. نعم هناك سلوكيات متعددة، لكن نحن نبحث عن كيفية تطهير هذا السلوك وتمييزه ما بين السلبي وما بين الإيجابي. نمتلك معايير لصحة التدين؟ هل هنالك ضوابط شرعية؟ هل هنالك ضوابط عقلية لهذه المطروح لهذا الطرح؟ هناك سنن أدبيات، هناك آداب في تحسين السلوك. يعني حينما مثلا أنت تصلي وأنا أصلي، وحينما أنا أصلي قد يشغل ذهني في قضايا دنيوية، هل الصلاة صحيحة أم صلاتي باطلة؟ صلاتي صحيحة وأنت انشغلت بالخوف والخشوع من الله سبحانه وتعالى وصلاتك صحيحة. كيف نساوي بين صلاة المنشغل بالدنيا وبين صلاة الخاشع لله سبحانه وتعالى؟ نحن نلتزم بمظاهر القانون ونتعبد بمظهر القانون، كلا الصلاتين صحيحة، ولكن الأفضل هي صلاة الخاشع، هي صلاة العابد، هي المتوجه لله سبحانه وتعالى، لا الذي ليس له حضور قلبي مع الله أو تعاطي حقيقي مع الله سبحانه وتعالى في أدائه للعبادة. ما أكثر الضجيج ولا تقل ما أكثر الحجيج. ليس كل من رفع لواء لبيك اللهم لبيك هذه دعوة للتلبية لطاعة الله، ليس كل الذين يلبون هم في الحقيقة يعودون ويطيعون الله سبحانه وتعالى، بل حتى وهم يلبسون لباس الإحرام لباس الطاعة. كلامك فيه مشكلة. خير، هو الحديث كله مشكلة إشكالية. تنظيم القاعدة، داعش، الإسلام اليساري، الإسلام الراديكالي، الإسلام المتطرف، الإسلام المتشدد، كل هذه العنوانات هي خير مطبقة لمفهوم الدين، ولو ربما تصلي بخشوع. تريد القول على أن هؤلاء متدينون؟ أنا لم أقل هذا، أنت قلت لا، أنا من يطبق الدين في دائرة الفروع ومن يستحضر الخشوع هذا هو متدين. من الذي يحدد أنك خاشع وغيرك غير خاشع؟ ما الذي يعلم؟ قلنا أن الله وحده الذي يفصل بين الناس، ولكن في الظاهر كل الذين يصلون يسمون مصلين، مو شكل كل الذين يقرؤون فهم قرآن يقرؤون القرآن. لكن إذا كانت قلنا أن المائز بناء على كلامك ما عندنا ضوابط شرعية، بناء على كلامك ما عندنا ضوابط شرعية. عندنا ضوابط شرعية. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا هذا الذي يصلي ويقطع رأس الإنسان البريء ويقتل الطفل والمرأة، فماذا نفعل بصلاته؟ أو ماذا تنفعه صلاته؟ أو تلك المرأة التي صامت ومر رسول الله فقال لها افطري أكلي اشربي، فتعجب المسلمين أنه رسول الله يقول لامرأة صائمة في شهر رمضان أن تفطر. فقيل يا رسول الله ولماذا؟ قال لأنها تعذب هرة، كانت تحصر هرة في بيتها وتمنعها من الطعام والشراب وتضربها وتؤذيها. جميل. فانظر إلى السلوك الإيماني. الصوم هنا يجب أن يدفع إلى الإنسان بالرحمة، إلى الشفقة، إلى المحبة. لذلك لا داعش ولا غير داعش ولا كل الإرهاب الإسلامي كما يسمونه اليوم، هذه ليست مظاهر دينية أو تدينية، هذه مظاهر تشوه السلوك الخارجي للمسلم. ولذلك يجب أن نميز. نحن كيف نميز بين المتدين الحق والمتدين غير الحق؟ ننظر إلى سلوكه، هذا مظهر. أما باقي المظهر لداعش أو القاعدة وما شابه، القتل، السفك، البغضاء، الكراهية، بينما رسول الله يقول، الله يقول عن رسول الله إنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر إلى وصف الله لرسول الله وإلى وصف الأوباش الوحوش. هؤلاء لا ينقلون إلا صورة الدمار والدم والقتل، وهذه لا تمت إلى سلوكيات الإسلام والدين. نعم يريدون، هم هؤلاء يريدون أن يصوروا للشارع الجاهل، للعوام، لمن لا يعرف الإسلام، يريدون أن يصوروا لهم أن هذا الإسلام جميل. بهذا الشكل. جميل. وهذا باطل. جميل. دكتور إيهاب، إذا ما كنت تسمعني، لأفترض على أنه أنا من خارج البيت الإسلامي واستمعت إلى قولك وإلى قول جناب الشيخ أيضا،
ألا تعتقد بأنه بات الحديث في هذه الموضوعات على أن هنالك فهم خاطئ، على أن هنالك قلة معرفة من قبل من ينتمي إلى هذه الحركات الإسلامية الراديكالية المتشددة التي تقتل وتسفك الدماء وإلى آخره، على أنه تمثل سلوكا منحرفا لا ينتمي إلى النص، لا يلتزم بأدبيات القرآن؟ ألا تعتقد أنه بات الحديث في هذا الكلام في هذه الموضوعات يمثل كلاما تقليديا لربما غير مقنع، لأنهم هؤلاء وتلك الحركات الإسلامية الراديكالية تنتمي وتؤكد بل تستند على نصوص دينية؟ ألا تعتقد أنه المشكلة أيضا في النص الديني هو الذي يتيح لهم هذه الجنبة من التشدد ومن الراديكالية ومن التطرف؟ نعم تفضل. سيدي الكريم، أولا أحب أن ألفت انتباه حضرتك والمشاهدين إلى أنه يجب الفصل التام بين الإسلام وبين خطأ المسلمين أو الذين ينتمون للإسلام. هذا كلام أعرف أن حضرتك لا سألتني دكتور إيهاب هذه نقطة لربما تحدثنا قبل أن ندخل إلى هذه الحلقة مع مجموعة من الأخوة. هذه النقطة غير مقبولة اليوم، لأنه اليوم من يقتل ومن يسفك الدماء في العالم العربي من قبل حركات إسلامية راديكالية ترفع شعار القرآن، قبلت أم لم تقبل، هذا موجود على الأرض. لا نقول بأنه هذه لا تنتمي إلى الإسلام، لا تنتمي إلى جوهر الإسلام، ما موجود على الأرض هو يرفع القرآن، هو يرفع النصوص الإسلامية. أنا عندي النص الصريح. تفضل. وليرفع. أذكر لحضرتك قصة صغيرة في عجالة. طيب. كنت في إحدى الدول الخليجية، وكان هناك عامل بسيط هندي وقد تأخر راتبه الذي يتقاضاه شهريا، فجاء هذا العامل الهندي ولم يكن قد دخل الإسلام بعد، فقال إن ما وجدته عندكم يخالف الإسلام. قلت له كيف عرفت؟ قال إنني قرأت عن رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم أنه يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لكن لما جئت لبلاد المسلمين تأخر راتبي عدة شهور، وأعلم أن ذلك ليس عيبا في دينكم ولكن عيبا فيكم أنتم يا أتباع هذا الدين. والله حدثت هذه القصة واستمعت إليها من ذلك الرجل الهندي العامل البسيط. إذن يستطيع المنصف أن يفرق بين الإسلام كدين له أصوله وتعاليمه وبما يتحلى به الإسلام من سماحة وخلق وإلى غير ذلك، وبين ما يقع من المسلمين، حتى وإن رفع المسلمين أو بعض المسلمين شعار الإسلام أو رفعوا المصاحف أو إلى آخره. جميل. طيب. نعم دكتور. نعم. طيب إذا اتفقنا على هذه النقطة وقلنا على أنه نعم سيدي. إذا أنا أريد أن برضو. نعم تفضل دكتور. ألفت نظر حضرتك أن غير المسلمين فيهم كثير منصفين ينظرون إلى الإسلام من حيث الإسلام كأصول وقواعد، ويفرقون بين ما يقع من المسلمين من أعمال عنف أو إلى غير ذلك. جميل. هم قرأوا سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقرأوا سيرة الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وفيهم أناس كثير يعرفون عن الإسلام أكثر مما يعرفه المسلمين عن الإسلام. جميل. طيب إذا ما خرجنا بنتيجة على أنه نفصل بين هؤلاء الذين يسيئون للمنظومة الإسلامية من حيث تطبيقات خاطئة، من حيث فهم خاطئ، من حيث سلوكيات خاطئة بكل الأصناف وبكل المجالات وبشتى ما يفعلون، كعلاج اليوم يطرح من قبل بعض الباحثين في هذا الشأن يقول بأنه لماذا لا ندعو إلى تدين معرفي أو تدين عاطفي؟ بمعنى آخر ما يتحدث عن التدين العاطفي هو يسعى إلى أن يستشعر المنظومة الإسلامية من جانب القلب والعاطفة ولا حاجة له بالطقوسيات ولا بالشعار. كم يقبل هذا الحديث؟ لا، هذا فيه فصل سيدي، وبرضو أريد أن ألفت انتباه المشاهدين وحضرتك إلى نقطة هامة جدا في موضوع حديثنا اليوم، وهي أنه لا يمكننا الفصل في الإسلام بين الأصول أو القواعد الإسلامية وبين السلوك. الإنسان مثلا أقول إنه يوجد إنسان لا يصلي لكنه صادق في حديثه، هل أقول هذا شخص طيب وما يفعله خير وحسن؟
وحينما لا يؤدي الصلاة وأفضله، لا، هو مثله مثل الذي يصلي ويكذب. إذن لا، هناك تلازم بين أداء الفرائض في الإسلام وبين مقاصد هذه الفرائض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يترك طعامه وشرابه. إذن يعني هناك تلازم بين الفرائض وبين ما تؤدي إليه هذه الفرائض من مقاصد أخلاقية سلوكية بين الفرد والمجتمع وبقية أفراد المجتمع. جميل جدا. دعنا ننتقل إلى ضيفي هنا الشيخ يوسف الناصر. الحديث أيضا في موضوعات التدين على أنه من يطرح في الساحة المعرفية حول موضوعات التدين وصحة التدين على أنه لربما، وقلت لك قبل قليل على أنه ما يتحدث عن تدين عقلاني يريد وكأنما أن يمارس يعني محاولة عقلنة المنظومة الدينية، ومن يتحدث عن تدين عاطفي يتحدث عن جنبة معنوية ويجب التركيز عليها، ومن يتحدث عن تدين معرفي وكأنما يشترط أن يكون هنالك علم ومعرفة بهذه المنظومة الإسلامية. لكن هنالك خط آخر وجديد، لربما يتحدث عن تدين أحرار في قبال تدين عبيد، يرى من يفرط في موضوعة الطقوس والشعائر لربما يمثل جنبة تدين لفئة تسمى بين قوسين أو بين هلالين تدين عبيد لا تدين أحرار. كم يقبل هذا الحديث أيضا داخل المنظومة الإسلامية؟ هذه كلها أوصاف، حقيقة أوصاف لسلوك المسلمين كما تفضل الزميل، وكما نشير دائما هناك فرق بين الإسلام والمسلمين، بين الدين والمتدين. لذلك دعني أذهب إلى أبعد من ذلك. كما سألت أنت في المرة السابقة، هل هناك مائز ما بين هذا المتدين وذاك المتدين؟ في الحقيقة هناك مائز كبير. إذا كان الظاهر من التدين هو النفاق في مضمونه، فانظر إلى وصفة الإسلام. الله وثق وثيقة أن ثاني مسجد بني في الإسلام وهو مسجد ضرار، أسس على النفاق لم يؤسس على التقوى. ماذا كان الفعل المسلمين؟ أمر الله النبي أن يهدم هذا المسجد. طيب الآن بالله عليك، كم مسجد ضرار موجود في العالم الإسلامي أسس على النفاق والدعوة إلى القتل والإرهاب؟ وهل يمكنك أو يمكنني أن نهدم هذه المساجد؟ لا يمكننا. إذن هناك حتى موقف شديد من مساجد تقوم على النفاق، تقوم على الرياء، صلوات لا تقوم على أداء الحق والعدالة وتحقيق العدل الاجتماعي. ولذلك هذا ما يجب أن نميزه في التطبيق العملي. وهناك حرية. من يريد أن يدعو إلى الإسلام العقلاني، الإسلام الوسطي، الإسلام السمح، الإسلام الحب، هذا شيء رائع. من يريد أن يعبد الله كما وصفها أمير المؤمنين بعبادة الأحرار لا عبادة التجار ولا عبادة العبيد، فهذه أيضا عبادة جميلة كما وصفها أمير المؤمنين: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك وإنما رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. فهذه عبادة الأحرار كما نسميها. هذه عبادة جميلة لمن يريد أن يعبد الله. لكن هل هناك عبادة العبيد اللي يخافون من النار؟ هناك عبادة العبيد. وهل هناك عبادة التجار من يطمعون في الجنة؟ هناك كثير من الناس يطمعون في الجنة. طيب. والكل مقبولة منهم ولكنهم بدرجات. ولذلك الجنة لا يتساوى فيها الجميع. الجنة فيها درجات، والدرجات معنية بصحة السلوك ومقدار التضحيات. هذا الذي يتحول دنياه إلى سجن للمؤمن وجنة للكافر تختلف بين مؤمن ومؤمن آخر، بين مضطهد حقيقي في تبنياته والسلوك الاجتماعي وبين ادعاء ومدعي للدين ويعيش في حالة من الرخاء والرفاهية العامة ويدعي أنه متدين. أكيد الله يثيب ذاك الفقير. انظر إلى واحد مليونير يعطي مثلا $1000 إلى فقير، وفقير لا يملك شيء، وينظر إلى فقير آخر يقاسمه ما يملك، يعطي نصف ما يملك. أي العملين أفضل؟ ما قام به الفقير عند الله أعظم من $1000 التي أعطاها المليونير للفقير، لأن $1000 لا قيمة لها أمام بقية الأموال. أما هذا الفقير تقاسم مع الفقير الآخر. ولذلك رسول الله أكثر من قصة وأكثر من رواية يقول إن فلان سيموت أو فلانة ستموت، وحينما يعود لم يمت. وحينما يسأل: يا رسول الله قلت عنه أنه سيموت، يقول: لقد فعل شيئا أطال الله عمره. فحينما يسأل: ما الذي فعلته في ذهابك وعودتك؟ فقال: والله رأيت كلبا مثلا على قارعة الطريق فقاسمته خبز معي. فقال الله: لأجل حيوان. جميل. لأجل حيوان. نعم. وحبا لهذا الحيوان وقانون حقوق الحيوان الله يطيل أعمار الإنسان، فكيف بمساعدة الفقراء والمساكين؟ جميل هذا السرد التاريخي. حدثني عن موضوعة التدين
هل فعلا بأنه تارة تصنع الموت وتارة تصنع الحياة صحيح بالوقت الواقع؟ صحيح. أنا أعيدك أن هناك تدين يذبح العالم، هناك تدين ممكن أن يرتكب حرب عالمية اليوم، هناك تدين قد يدخل الموت والرعب والدمار والنار إلى بيوت الملايين من الشعوب البشرية اليوم. نعم، هذا ليس تدين، هذا تظاهر بالدين. هؤلاء كما هؤلاء خوارج، احنا عندنا صنف مشابه مطابق لهؤلاء. هؤلاء الخوارج كانوا يحفظون القرآن، كانوا يصلون صلاة الليل، ولكنهم كانوا أقبح المسلمين في التاريخ الإسلامي. ولذلك وقف علماء الإسلام وأئمة المسلمين ضد الخوارج وكفروهم على أن هؤلاء خرجوا عن الإسلام، مع أنهم في سلوكهم لم يرتقي إليهم أي من المسلمين الآخرين. بالوقت اليوم نفس الشيء، نفس الشيء، بل أسوأ ربما. هؤلاء في الحقيقة طيب يقرؤون القرآن، يحفظون القرآن أكثر مني ومنك. هؤلاء متفقهين في بعض من عندهم، ولكنهم يعلمون أن ما يقومون به هو تدمير للآخر. ينشرون البغضاء، ينشرون الكراهية، يقتلون الأطفال، يقتلون لماذا؟ المرأة. سؤال: لماذا؟ لسببين. الأول خطأ في فهم الإسلام، خطأ في تركيبة فهم الإسلام. يعني ماذا يتصورون وهم يقومون بهذه الأفعال؟ ألا يتصورون أنفسهم على أنهم يطبقون للشريعة؟ صحيح. الله يصفهم بهذا الوصف، يقول يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم الأخسرون أعمال. هذول الله يصفهم، مثلهم مثل الحمار يحمل أسفار بعضهم. الله يقول بعض علماء الأمة، بعض علماء اليهود والنصارى والمسلمين أيضا، المثل عام للجميع. هؤلاء قد يعني سلوكهم سلوك في الظاهر سلوك راقي في عبادة، في المضمون هم أخطر أعداء الدين، وهم الخطر رقم 1 على الدين الذي ينتمون إليه. ولذلك هؤلاء يدمرون الإسلام، هؤلاء لا يدمرون الكفار، هؤلاء لا يحاربون أعداء الدين، هؤلاء حاربوا الدين، هؤلاء حاربوا القيم، حاربوا المبادئ التي يدعون أو يتوقعون أنهم خرجوا من أجلها أو حمايتها أو الدفاع عنها. ولذلك علماءهم محاسبون. هؤلاء ينتمون إلى مدرسة تكفيرية، ومدرسة التكفيرية معروفة كالوهابية، ولها أسس علمية كمدرسة ابن تيمية. هذه المدرسة وضعت أسس للفكر التكفيري إلى درجة أنه من يصبح وهابيا تصور يجب أن يستتاب، يعني يجب أن يشهد الشهادتين من جديد، يغتسل غسل التوبة، إذا حج أو قام بالأعمال العبادية عليه أن يعيدها. هذا دليل على أنهم يدعون إلى دين جديد، لا إلى مذهب أو مدرسة أو فكرة. هؤلاء لم يبقى لهم إلا أن يؤلهوا ويضعوا نبيا للأمة هو محمد بن عبد الوهاب، ولو كان وجدوا في الأمة من يقبل هذه النظرية لدعوا إلى نبوة محمد بن عبد الوهاب. لكن علماء الأمة، فقهاء الأمة العقلاء، وقفوا أمام هذا التكفير وهذا الانحراف الفكري والفقهي، ومن ضمنهم أبو محمد بن عبد الوهاب وأخو محمد بن عبد الوهاب. هذه الأفكار الضالة للأسف وجدت ضالتها. أنت انظر أين وجدت الوهابية ضالتها. محمد بن عبد الوهاب أين وجد فكره؟ في الدرعية، قرن الشيطان قرن إبليس كما يسميها رسول الله، في نجد قرن الشيطان. وجد سعود ودولة وعشيرة والبدو من آل سعود الذين لا دين لهم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ولذلك حينما تعاهد سعود مع محمد بن عبد الوهاب، أول اتفاقية كانت الدم الدم الدم. هذا ما كتبوه هم، ليس ما ننقله نحن عنهم. يعني القتل والفتك والتدمير. بنيت المؤسسة الوهابية على أساس قتل الآخر، والآخر لا يعني سني أو شيعي أو مسلم أو كل ما هو آخر، حتى لو كان أبوه أو أخوه أو أمه. أفصل كثيرا في هذا الخط التكفيري، لكن دعنا ننتقل إلى الدكتور إيهاب. دكتور إيهاب، يعني يوجد رأي لربما قد يكون رأيا ساذجا، لكن بالرغم من سذاجته هو يستحق الوقوف عنده. يعني البعض يقول الخط التكفيري هم يعني يمثل مجموعة من المتطرفين. هؤلاء المتطرفون والذين يفرطون كثيرا في موضوعة التطرف حتى يلغون الآخر ويكفرون الآخر، بعض يصفهم يقول هؤلاء قد أفرطوا في التدين، والبعض آخر يقول لا، هم ليسوا مفرطين في التدين، وإنما هم مخطئين، هم مسيسون، وكأنما تقف خلفهم خلف الكواليس نظرية سياسية أو تسييس لهذا الأمر. أنت مع من تقف؟ أنا مع الرأي الذي يقول بأن أعداء الإسلام المتربصين بالإسلام والمسلمين هم جزء أصيل في وجود مثل هؤلاء الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. إلا أنني أريد يعني أن أربأ بزميلي العزيز ضيفك العزيز
حينما نتناول يعني في نقاشنا أمور أو أشياء ألا نذكر أشخاصا أو أماكن بعينها، لأننا لسنا في خصومة مع أحد بعينه ولا مع مكان ولا مع موقع. نريد أن نسمو بأنفسنا، فيعني نناقش الموضوع من حيث بموضوعية، بمنتهى الموضوعية الشديدة. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بذلك دكتور إيهاب؟ حدد أو منطقة كذا أو مكان كذا. حدد لو سمحت، ماذا تقصد؟ يعني ماذا تقصد؟ أنت تعرف الخطأ خطأ. حدد بالمسميات لو سمحت، بالمسميات حدد بالمسميات ماذا تقصد بالضبط؟ يعني عندك نقطة نظام، يعني عندك سيدي أنا لا أريد أن أقول مثلا فلان من المذهب الفلاني والمذهب العلاني، هذا سيتركنا يعني سيدخلنا في جدال وفي خصومة، ونحن نريد أن نوحد صف الأمة الإسلامية ولا نريد أن نبذل هو فقط دكتور إيهاب بيننا. هو فقط تحدث عن يعني جميل، هو فقط تحدث عن التيار الوهابي. نعم سيدي، هو فقط تحدث عن التيار الوهابي، قال بأنه خطا تكفيريا. جنابك عندك التيار الوهابي تيار يا أخي، تتفق معه متطرفا ولا إرهابيا. خرجت بعض الأفكار اللي من بطن فكر معين أو ممن شخص ينتمي إلى فكر معين، لكن نحن ذهبنا إلى المملكة العربية السعودية وعشنا فيها ووجدنا كل الوسطية في الإسلام ووجدنا كل الأشياء الطيبة. يعني لم نجد بعض الأشخاص يكفرون سواء هنا أو هناك، سواء كانوا وهابيين أو غير وهابيين. يوجد التكفير عند كل الفئات الإسلامية. جميل. على الإنصاف يعني للحقيقة، أنا لست متحيزا لفئة ولا متحيز لأحد، لكن أريد أن أقول لو أنت حددت وقلت الوهابية كذا فستجد منك أنك عندك من يكفر أيضا، وعندك من يعتدي، وعندك من يحمل السلاح. فلا أريد أن أدخل في جدال أنه عندك وعندي، لكن أنا أركز أنا وأنت على أن هذا الفعل خاطئ أيا ما كان الشخص الذي يقوم به وأيا ما كان المكان الذي يقع فيه هذا الفعل الخاطئ. يا أخي أنا لا أعترف أبدا بأنه فعل صحيح. يا أخي إيهاب لو سمحت، ولكن لا أستطيع أن أشوه تيارا إسلاميا كبيرا وأقول فيه كذا وكذا. لو سمحت يا أخي إيهاب، أولا لا نتحدث، يعني كثير من الإخوة مثلا ينتمون إلى المذهب الوهابي، لكن لم نرى منهم عنفا ولا قتلا ولا سفكا، ليس كلهم، وعشنا بينهم وأنت تعلم ذلك، لكن يوجد بعض المتطرفين هناك وهنا ومنهم ومن غيرهم. لو سمحت يا أخي إيهاب، نحن لم نتحدث لنهين جزء من المذاهب الإسلامية، بالعكس نحن نشيد على يد المدرسة المعتدلة كالأزهر والزيتونة وباقي الجامعات الإسلامية التي وقفت أمام المعتقدات المنحرفة الضالة. ونحن لا نتهم هذه المدرسة التي صنعها مستر هنفر، وأنت تعلم ذلك. المدرسة الوهابية كما تدعي هي تقول الآخر كافر ما لم يصبح وهابيا، هي تقول هذه معتقداتهم، هذه ليست معتقدات المالكية والحنفية والشافعية والاثنى جعفرية والزيدية وغيرهم، هذه معتقدات المدرسة الوهابية التي صنعها مستر هنفر. ولذلك من حين وجود هذه المدرسة التكفيرية في جسم الأمة، عانت الأمة الآن الويلات من هذا الجسم التكفيري والقتل والدمار والحرب على الأمة الإسلامية. ولذلك يجب أن تنتبه إلى هذه القضية. نحن لا نتهم الوهابية ولا ندعي أنها هي كذلك، هي تتفاخر بأنها تكفر الآخر، هي تتفاخر بأن غير الوهابي كافر، هي تتفاخر بقتل الناس، هي تتفاخر بقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال وقطع الرؤوس. هذه هي المدرسة الوهابية. وإذا انتشرت بسبب البترول السعودي فاعلم أن أيامهم قصيرة وقد انتهوا، لأنه لا يوجد من فقيه عاقل. وأنت تعلم أن الأزهر الشريف وعلماء النجف الأشرف والزيتونة وكل العلماء في العالم يقفون بوقفة بطولية الآن أمام الفكر التكفيري. ولا نقول التكفير فقط الوهابية، هي مدرسة تكفيرية حتى لو كانت غير الوهابية. حتى نصل إلى نقطة مشتركة جميل، حتى نصل إلى نقطة مشتركة. يعني دكتور إيهاب إذا ما سمحت لي، حتى نصل إلى نقطة مشتركة على أنه التطرف التشدد موجود ليس فقط في الجانب السني، قد يكون أيضا في الجانب الشيعي. التطرف موجود وقد تكون صفة وسمة إنسانية ليس فقط سمة دينية، هذا متفق عليه. لكن حدثونا حتى ننتقل إلى محور آخر وهو محور الأخير. كم تتفق أنه ما أصيب ما ابتلينا به من تشدد، من تدين سلبي، من تدين راديكالي، من تدين يقتل الناس ويصنع الموت ولا يصنع الحياة، هو نتيجة الإسلام السياسي. لو كانت هذه النظرية غير موجودة في البيت الإسلامي لارتاح العالم من هذه الموضوعة. لما أصدر لنا تدينا يدعو إلى قتل الناس ويدعو إلى تطبيق
المنظومة الإسلامية بالسيف وبالقوة وبالتشدد وإلى آخره، كم يقبل هذا الحديث؟ نعم تفضل دكتور إيهاب. بالطبع ان يعني ما يسمى بالاسلام السياسي او ادخال الدين في السياسه والسياسه في الدين هو ما افسد على المسلمين حياتهم في السابق وفي الوقت الحاضر الذي نعيشه. فيجب الفصل بين الدين والسياسه، وهذا قد يعني يؤخذ الكلام عليه وبعض الناس يقول كيف تقول لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين؟ صحيح. لا اقول يعني بعض الناس لا يفهم. افصل السياسه عن الدين بمعنى ان الدين تعاليم ثابته وأصول ثابتة كما ذكرنا وكما ذكر ضيفك الكريم، لكن السياسة أمور قابلة للتطور والتجديد. هناك مثلا ما يسمى بانتخابات مجلس نواب ومجلس مش عارف شورى، وقد يتعدد أو يخرج علينا نظام ديمقراطي كل يوم بشكل أو بثوب جديد، لكن أصول الإسلام تبقى ثابتة لا تطور فيها. التطور في مظهرها ولكن في أصلها وجوهرها هي ثابتة. الصدق كما قلت هو فضيلة من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جميل. الصدق سواء بالكلمة سواء بالكتابة سواء عبر الفيسبوك سواء أي وسيلة من الوسائل الاتصال الحديثة، حينما أكذب أكون فيها كذاب، حينما أقول الصدق أكون فيها صادق. جميل. فهذا هو ما أريد أن أشير إليه. طيب أنت اتفقت جميل، أنت اتفقت في هذا الموضوع على أنه أنت اتفقت دكتور إيهاب، أنت اتفقت على أنه من أفسدت موضوعات التدين سياسي معين طوع أصول الدين من أجل أغراضها هي السياسية. موضوعات التدين هو أن تدخل تلك النظرية فيما تسمى موضوعة الإسلام السياسي، حتى أخذ وجهة النظر الأخرى ومن ثم أعود إليك في آخر هذه الحلقة. يعني موضوعة التدين فعلا بأنه تلك الأيديولوجيا، بأنه إدخال في الإسلام ما ليس من الإسلام، قد يقول للبعض هكذا. يعني موضوعة الإسلام السياسي هل فعلا أساءت إلى موضوعة التدين وأصدرت لنا تدينا قد يؤدي إلى صناعة الموت؟ ابتداء احنا الإسلام قلنا هو سلوك وهو ممارسة وتطبيق وليس ادعاء، ولذلك هذا تدين، لكن الإسلام نظرية. حينما نريد أن نطبق هذا الإسلام الذي يسعى إلى النصيحة والعمل الصحيح وإلى تحقيق العدالة في كل مناحيها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، فالسياسة هي جزء. إذا كانت السياسة هي تقسيم المعاش، هو حسن الإدارة في إيجاد سلوك عادل بالمجتمع، فهي من صميم الإسلام وليست خارج عن الإسلام. أنا لا أدعو ولا أؤمن بالفصل ما بين الدين والسياسة، بل أدعو أن يكون السياسة وهي حالها حال الصلاة، حالها حال بقية العبادات، أن الإنسان يجب أن يكون قيم وسوي وعادل. ولكن الأمور بخواتيمها بنتائجها على الأرض بسبب موضوعة الإسلام السياسي. إلى هدف سؤالك. طيب. سؤالك أيضا دقيق وذكي، وهو التيار الإسلام السياسي. هذا التيار السياسي الإسلامي اليوم حاول أن يشوه الإسلام. يعني نفس الكلام بالنسبة إلى التطرف الديني، كما أننا نرفض التطرف الديني من أي جهة كانت. نحن لا نقبل بالإسلام السياسي الذي يفصل ويشوه الإسلام، ولذلك نحن ندعو أن يكون الإسلام السياسي من صميم الواقع الإسلام ومن رحم حاجة الأمة، وأن ينظر إلى ضعفاء الناس. إذا كان هذا هو الإسلام السياسي فمرحبا به. أما نقصد بالإسلام السياسي هو تحكيم زعماء التنظيمات الإسلامية ويصنع لنا إمبراطورية كما صنعت الشيوعية في لستالين وخروشوف وهذه المجموعة. وضعوا حتى يبني الجيش الأحمر. ستالين قتل أكثر من 20 مليون سوفيتي. هذه إمبراطورية فوق الشيوعية التي تدعو إلى حماية حقوق العمال والفلاحين وما شابه. إذا تبدو على أنه موضوع إشكالي، البعض يرى بأنه قد يكون هي السبب، البعض الآخر لا على أنه كنظرية قد لا تؤدي إلى سلب، لكن ما موجود من تطبيقات هي التي أساءت لهذه النظرية. حتى أصل إلى يعني التساؤل الأخير واللي ربما أنتقل فيه إلى ضيفي الدكتور إيهاب خيري، حتى نصل إلى أنماط وأولويات وسلوك إيجابي داخل البيت الإسلامي بنصف دقيقة. ماذا يراد للتدين حتى يكون إيجابيا ويساهم في صناعة الحياة؟ بنصف دقيقة لو سمحت. أن يكون تدينا يعني يوافق فيه الظاهر الباطن، ويعني يتلخص في كلمة الدين المعاملة. حينما أقول بأني مسلم فإني لا أغش الذين أتعامل معهم،
فإنني أتبع كتاب الله وسنة رسول الله، فأكون صادق، لا أكذب، لا أسرق، لا أعتدي على أحد، لا أخوض في أعراض أحد، لا أسب أحد، لا أشتم أحد، لا أؤذي أحد، سواء كان هذا يعني سواء إنسانا أو حيوانا أو غير ذلك. يعني حتى ورد قرصت نبيا نملة فأحرق قرية للنمل، فنملة واحدة قرصتك تحرق قرية بأكملها. فيجب أن يكون السلوك أو للإنسان سلوك إسلامي، ليس قولا وليس ادعاء فحسب، وليس مظهرا أو إطارا خارجيا. يجب أن يكون الدين المعاملة. جميل. تقول أنت مسلم، فأين أنت من الصدق الذي حث عليه الإسلام؟ وأين أنت من سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت حينما يعني ترتكب جرما أو عنفا أو إرهابا؟ جميل. أو تروع مسلما أو إنسانا؟ لقد نهيت كمسلم أن أروع أي إنسان على وجه الأرض أو أسبب له أذى. فبالتالي يكون الدين أو التدين، نعم أحسنت، فبالتالي يكون الدين أو التدين هو مقياس، يعني عفوا مقياس أو يكون قيد فيه هو قيد المعاملة والسلوك الحسن. الدكتور إيهاب خيري من مصر، شكرا لك ولجماليات الحديث الذي تفضلت به. كذلك شكر موصول إلى الشيخ يوسف الناصر الباحث في الثقافة الإسلامية. شكرا لك سيدي. سادة المشاهدين، شكرا لكم على حسن المشاهدة والمتابعة. حتى ألتقي بكم في الأسبوع القادم. كنت معكم في الإعداد والتقديم هاني عبد الصاحب. في أمان الله.